السلام عليكم لكل متابعين قناتي أعمال يدوية وأفكار حلوة كتير. يا رب دايما تبقوا بخير. بدأ الفيديو بتاعي زي كل مرة بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن شاء الله فيديو النهاردة يعجبكم زي كل مرة بإذن الله. النهاردة أنا جايبة معايا فكرة سهلة وبسيطة وتحبوها جدا، لأنها ممكن تبقى كمان غير إن هي إكسسوار ليكوا، أو إن انتوا بتحتاجوها كتير، إلا إنها ممكن تكون كمان مشروع من البيت سهل تنفيذه. الخامات اللي هاستخدمها زي ما انتم شايفين قطعة قماش وخيط من الخيوط المكرمية، أي لون بقى عندك تحبي إن انتِ تستخدميه. طبعًا القماشة اللي أنا استخدمتها دي خدوا بالكم كويس أوي ما تبقاش مطاطة، يعني مش لكرة مثلًا، لإن دي الغلطة اللي أنا وقعت فيها ولازمًا تاخدوا بالكم لإنها هتزهقكم شوية في الشغل. بابدأ أعملها شكل دوران زي ما أنتم شُفتوا بالضبط، أنا كنت قاصاها طبعًا واخدة التصميم بتاعها، وهابدأ ألِف عليها شكل حلزوني من الخيوط بتاعتي. زي ما أنتم شايفين كده هابدأ يعني على قد المقاس أنا هاعمل شكل بورتفيه أو بوك ممكن تقدري تستخدميه أو شنطة صغيرة. هتبدئي تستخدمي المقاس اللي أنتِ عايزاه مع المساحة ال يعني اللي أنتِ هتنفذي عليها. طبعًا بقى بسرعة لايك للفيديو عشان تدعموا الفيديو يوصل لناس كتير. زي ما أنتم شايفين كده أنا بابدأ ألِف المساحات ورا بعض، زي ما قُلت لكم حاولوا بقدر المستطاع ما تبقاش القماشة لِكرة، علشان بدأت تمُط معايا، وبدأت إن يعني دي الغلطة الوحيدة اللي حصلت هنا في الشغل اللي أنا باشتغله. يعني أنا باحاول بقدر المستطاع إن أنا يعني أدمجها جنب بعض أوي، بحيث ما يحصلش فراغات من الخيط. زي ما أنتم شايفين كده بقى خلاص، هو تقريبًا أنا عملت المساحة اللي أنا محتاجاها. ممكن أزوّد معاها مساحة كمان من اللون التاني من الدرجات اللبني اللي عندي مع اللون الأزرق اللي أنا أخدته. بس أنا هابدأ بقى، أنا عملته طبعًا شكل دايرة، ممكن أعمله مربع، المتاح ليكِ تبدئي تستخدميه. جِبت معايا طبعًا سوستة من محلات الكُلَف والخيوط. هابدأ إن أنا أقفّل بيها الشنطة بتاعتي. هاقفّلها بإيه؟ بشمع زي ما أنتِ يعني المتاح ليكِ، أو تستخدمي خيط عادي أو مكنة، تمام. أنا هابدأ طبعًا علشان مساحة السوستة مش عايزة أخلّيها للآخر، هابدأ إن أنا أعمل لها الجوانب دي أقفّلها الأول بالشمع. طبعًا بافتح السوستة علشان تكون سهلة عليَّ شوية في الشغل، أو إن أنتِ يعني تريّحِك في التصميم وأنتِ بتعمليه. وبعد كده هابدأ أثبّتها برضه يا إما بالخياطة أو بالشمع، وعلى فكرة الشمع هيبقى ثابت ورائع وكويس جدًا، جدًا، يعني مش هيتفُك ولا أي حاجة خالص. أنا ثبّتت جنب وبعدين قفلت السوستة عشان أقدر أثبّت الجنب التاني بنفس المقاس بتاع الجنب الأولاني، ما تبقاش مميّلة أو واخدة curve كده، خدوا بالكم من النقطة دي مهمة أوي. طبعًا زي ما أنتم شايفين بقى خلاص كده الشكل بتاعي خلص. هابدأ بقى أعمل له التزيين بتاع البورتفيه بحيث يدّيني شكل أحلى. طبعًا الإطار ده في محلات الكُلَف والخيوط برضه باجيبه بالمتر. هابدأ أجيبه وأحطه على الشكل عشان ده كان أظرف حاجة. طبعًا بيدّيني شكل الفولكلور الشعبي كده، شكله تحفة وحلو أوي، بغض النظر بقى عن المونتاج اللي عامل ألوان غريبة كده، بس هو إيه، شكله جميل أوي وتحفة على الحقيقة. الفكرة التانية طبعًا يا رب الفكرة الأولانية تكون عجبتكم. الفكرة التانية سهلة وبسيطة خالص. الفوم ده خرافة بصراحة عجبني أوي، أنا لقيته في المكتبة. ألوان metallic كده جميلة تحفة، جِبت كذا لون
إن شاء الله كده هنستخدمه الفترة اللي جاية. بصراحة أنا يعني فضولي أتنّي إن أنا أستخدمه معاكم المرّة دي، هي كانت فكرة سهلة وبسيطة كده، كان نِفْسي تبقى على أكبر شوية، ولكن حبّيت إن أنا أنفّذها بس عشان حبّيت إن أنا أستخدم الفوم. بدأت أجيب قطعتين من الأسطوانة زي ما أنتم شايفين كده، وبدأت أعمل شكل دوران. بعد كده هابدأ أثبّتهم مع بعض بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، عشان يدّيني شكل شنطة ظريفة صغيّرة كده، ممكن أحُط فيها أي حاجة. هي طبعًا هي مش شنطة بمعنى شنطة، يعني مساحة صغيّرة، بس أنا طبعًا المفروض أعملها مساحة كبيرة منها من الشكل ده، علشان يعني أنا حبّيت بس أستخدم الفوم مش أكتر، وأعرّفكم الفكرة. ممكن أحُط فيها شوكولاتة أو بونبوني أو أي حاجة بسيطة كده للأطفال، هيحبّوا الفكرة جدًا، جدًا. أتمنى الفكرة تكون عجبتكم، وأتمنى الناس الجديدة اللي أول مرّة تزور قناتي بسرعة، بسرعة اشتراك على القناة وسبسكرايب، ما تنسوش تفعّلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد